حلقة جديدة وملفات جديدة تخص موقف نادي الزمالك من كأس العالم للأندية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة النهاردة معانا القوير الكابتن سعيد سعيد، هيشرح لنا وجهة نظر الرأي العام في موقف الزمالك من كأس العالم للأندية. مساء الخير عليك يا كابتن سعيد. أهلا بيك كابتن أحمد حبيبي، أهلا بيك يا كابتن، أخبارك إيه؟ الحمد لله. في أخبار بتتردد إن نادي الزمالك بيقدم طلب للاتحاد الدولي إن هو يشارك في كأس العالم للأندية بدلا من النادي الأهلي لأنه بطل الدوري في العام الماضي. طبعا احنا الحقيقة شفنا الجواب. أنا في غاية الاندهاش. أنت حضرتك عايز تخش كأس العالم بناء على إيه بالظبط؟ الحقيقة الأمر غير مقبول على الإطلاق. الدوري ملوش علاقة ببطولة أفريقيا، الأهلي وصيف دوري الأبطال، وبناء عليه مفيش مشكلة خالص إنه هو يبقى موجود في كأس العالم طالما إن المغرب هي اللي هتنظم البطولة. حضرتك كده بتتكلم طبقا للفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية وطبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. بالظبط، وده حصل يا كابتن أحمد قبل كده على فكرة في كذا بطولة قبل كده. ما ينفعش النادي الزمالك يتكلم بشكل حتى أنا مش عايز أقول مضحك لجماهيره أو الناس هتضحك. حضرتك أنت بتتكلم في إيه بالظبط؟ أنت فاهم ولا مش فاهم ولا عامل نفسك مش فاهم؟ ما الامور كلها واضحه. وعلى فكره لو نادي الزمالك هو اللي موجود وكان وصيف، احنا كلنا هنرحب بيه في كاس العالم للانديه، احنا ما عندناش مشكله خالص، بس كل حاجه ليها منطق يا كابتن احمد. حضرتك قلت كلام مهم جدا جدا. اتكلمت طبقا للوائح، اتكلمت ان الاهلي دي الأحقية إن هو يشارك بصفته إن هو وصيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونادي الزمالك بعيد كل البعد عن إن هو يقدم أي احتجاجات أو أي خطابات للاتحاد الدولي لكرة القدم. كانت كل الأندية بقى كابتن أحمد قدمت اللي هي فرقها مشاركة في البطولة. ده الكلام ده عبث. بأي منطق حضرتك بتكلمني؟ بأي منطق عايز توصل لإيه؟ ايه الفكره؟ انا الحقيقه الامر لحد دلوقتي صدقني، انا بقول لك لو نادي الزمالك هو اللي كان وصيف وهو اللي تم طلبه ده يا اهلا بيه في كاس العالم. طيب هو حضرتك انت اطلعت على الجواب اللي الزمالك بعته للاتحاد الدولي؟ الحقيقه انا شفت الجواب وضحكت. انت بتتكلم مش فاهم. طب الجواب خرج من نادي الزمالك في الفتره المسائيه ولا خرج مباشره يا كابتن احمد؟ مباشره من بعد ما نادي الزمالك عارف ان النادي الاهلي موجود في البطوله. خلاص بقى، انا ازاي كده؟ يلا بينا نعمل جواب، يلا بينا نفتح الازمه، يلا بينا نعمل حكايه. يا حبيبي انت شكلك مش هيكون كويس. حافظ على شكلك وحافظ على هيبتك قدام الناس. انت كده ما عندكش لا هيبه ولا شكل ولا صوره ولا منطق ولا اي حاجه. انا حقيقه منتهش جدا من تصرفات مجلس اداره نادي الزمالك ورئيسه المستشار مرتضى. بصراحه الطرق اللي هو بيتبعها غير منضبطة على الإطلاق. فعلا في مواقف كتير احنا كنا ساعات بنستغرب. موقف اليافطة بتاعت نادي القرن، موقف انا كسبت بطل الدوري يبقى انا بطل الدوري، انا كسبت بطل الكاس يبقى انا بطل الكاس. مواقف كتيرة وحاجات كتيرة، والظاهر ان احنا في عهد مجلس مرتضى منصور هنشوف اكتر من كده بكتير. لا، هنشوف العجب طول ما السيد المستشار مرتضى موجود، هنشوف العجب. لا يا فندم، حضرتك لازم تكون اهدى من كده، ولازم تحترم المكان اللي انت فيه. وعلى فكرة كل رؤساء نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك القدامى، ناس كتير مش عاجبها تصرفات مرتضى منصور. مع احترامي انا عايز اقول ان هو لازم يكون اهدى من كده شوية عشان يعرف بقى ان هو اللي هو بيقوله ده كلام حتى المنطق هو بعيد عنه تماما يا كابتن احمد. طيب بحكم خبرتك في في الساحرة المستديرة وكواليسها،
الفيفا يعني الخطاب بتاع نادي الزمالك هيقابل بايه من الفيفا؟ لا يا فندم، هو مش هيوصل، محدش هيشوفه يوصل مين نادي هو يعني الزمالك يعني هو محدش يعرف مين يعني الزمالك. الموظف اللي في الاتحاد الدولي اول ما يجيله الفاكس او الجواب مش هيقراه ولا هيقراه ولا هيقدمه يا فندم، ده ما ينفعش الكلام اللي حضرتك ده تهريج. هو احنا هنهرج؟ لا يا فندم، الكلام ده غير معقول طبعا على انا الاطلاق يعني. بكلمك على يعني كلام بحكم خبرتك، الكلام ده هيكون على مسؤولية حضرتك الشخصية. طبعا يا فندم، انا عارف ومتاكد من اللي انا بقوله كويس جدا يعني. يا كابتن سعيد يعني ليك صولات وجولات كتيرة جدا جدا، يعني من 97 حضرتك وهي يا فندم يا كابتن احمد، ودي اول مره؟ ما هو كتير الزمالك بيبعت جوابات، وكتير بيبعت شكاوى، وكتير بيبعت حاجات مغلوطه مفيش حد بيبص عليها. احنا عارفين تصرفات نادي الزمالك يا جماعه، خصوصا مع المستشار مرتضى يعني. الكلام ده احنا عارفينه كويس جدا من قديم الازل يعني. مش معقوله اي كلام بقى. احنا والله اقول لك على حاجه، عارف المناقشه اللي احنا بنناقشوها دي يعني مناقشه، يعني ايه؟ الناس ممكن تسمعها تقول لك يعني لا، احنا بنضيع وقت على كلام ما ينفعش نتكلموا فيه. خلينا نتكلم في النادي الاهلي، خلينا نتكلم في نعم بطوله كاس العالم يا كابتن احمد. نعم. الفتره اللي جايه فتره جميله للنادي الاهلي. نعم. المدرب برضو سلبياته الايجابيات بتاعته، انما من مرتضى منصور معلش بيتكلم كلام وهمي يعني، كلام وهمي وكلام بيبنيه من الاحلام. اعتقد ان هيحصل زي كل مرة، يعني لما الجواب يقوبل بالرفض او كده هيطلع مسؤول من نادي الزمالك غدا يقول ان احنا اصلا ما بعتناش حاجة. بالظبط، ما ده العادي بتاعهم. وبيبقى فيه الختم موجود والشعار موجود ونادي الزمالك والامضه بتاعت المدير التنفيذي وكل حاجه. وللاسف احنا بنعيد ونزيد في امور يعني فارغه يعني. لا 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 لا، نادي الزمالك حضرتك انتوا نادي محترم، حافظوا على كيان نادي الزمالك يا جماعه. الامور لازم تدار بشكل افضل من كده. في النهاية يعني احنا وقتنا جري، وإن شاء الله يعني يبقى في تواجد من حضرتك. يعني حضرتك عندك خبرات كبيرة، عندك يعني كواليس كتيرة. بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، وحابب تقول حاجة لجمهور النادي الأهلي قبل ما نختم؟ اولا انا بشكرك كابتن احمد، وبقول النادي الاهلي الفتره اللي جايه على المدرب انه يكون صاحي بشكل افضل من كده. النهارده عجبني قرار عدم وجود اللعيبه بعد المباراه، ان كل واحد يطلع بعربيته من بره الاستاد بره. لا، خد قرار النهارده ان كل الناس تبقى موجوده في الاتوبيس، ما تطلعش من غير من النادي الاهلي، من النادي نفسه في الجزيره. يبقى كده خلاص في التزام، بدا يكشر عن انيابه، وبدا يوريهم العين الحمراء. طب في مكالمه يعني كانت، او في مثلا مداخله حضرتك كنت فيها مع يعني احد المسؤولين داخل النادي الاهلي قبل الحلقه، كان بيبلغك ان في غرامه اتفرضت على لاعب داخل النادي الاهلي؟ مين هو اللاعب لو يعني حابب تفصح لنا عن الخبر؟ لا مفيش مشكله خالص. هو طبعا حضرتك عارف الواقع بتاع ضربه الجزاء، وكان الاولويه فيها ان كان هو اللي هيخش يشوط كابتن علي معلول. وطبعا قفشه خد الكوره بطريقه اللي هو ما فيش غيري، انا اللي في الملعب، انا اللي اعمل، انا اللي اخلي. لا كابتن قفشه الموضوع ما بيقدرش كده، في ترتيب، وحضرتك ما كنتش رقم 1، حضرتك رقم 3، وبناء عليه تم غرامه. ودي من انا عندي علم بيها من معقل النادي الاهلي ومن الاداره نفسها. انا كنت شايف حضرتك حد بيكلمك وقلت لي ان في لاعب هيتغرم، هو محمد مجدي قفشه، ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك حاليا. هو مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه، هو هيتغرم غرامه تقريبا تخش في 200,000 جنيه. عموما يعني حضرتك شرفتنا ونورتنا، ويعني سعدنا بلقائك، وإن شاء الله تكون موجود يعني معانا بشكل مستمر في حلقات قادمة بإذن الله. أنا اللي بسعد بلقائك جدا يا كابتن أحمد، وبتشرف بوجودي معاك. في النهاية بنشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.